الله ينصر سيدنا ويشافيه ويحفظ الاسره العلويه. ثاني حاجه، حنا كان عندنا مشكل مع الاخ ديالي بان الوالد ديالي كان في فراش الموت وكتب الاملاك كامله هو والاخ ديالي الكبير هبه، بلا ما يكون الاب ديالي، كلشي دوزو غير الاخ ديالي بلا الاب ديالي، لان كان مريض، كان في الانعاش وخرجوه في فراش الموت و30 يوم وتوفى. الام 3 ديال العيالات، عند الوالد ديالي 3 ديال العيالات. الوقت اللي خدا لينا الورث ديالنا منعونا اننا نشوفوا الاب ديالنا، ودرنا دعوه صله الرحم ومشى دار هذا الشيء كامل في ظرف 20 يوم، دوز كل شيء هبه، كل شيء الاملاك دوزها هبه وحنا ما عارفينش. حتى نهار توفى الوالد ديالي عاد قال لنا كلكم خرجوا من الدور، راه ولاو الدور ديالي انا وخويا الكبير. مازال رايج والحمد لله. كنشكر من هذا المنبر السيد وكيل الملك ديال المحكمه الابتدائيه التماره، وتنشكر الخبير اللي تنقل جميع المصحات اللي كان فيهم الوالد ديالي ناعس وكتب التقرير ديالو، والحمد لله نصفنا القانون وتحكمت لصالحنا الحمد لله. دابا هو استانف، ومنين استانف خرجوا لي، كانت في مداوله، من مداوله رجعوا خرجوا لينا ان غيديروا خبره اخرى. الموثقه حنا قبل الموثقه من الوالد ديالي شد صافي مرض، صيفطنا لها عون قضائي من المحكمه بان الاب ديالي راه في فراش الموت وقفي البيع ديال العقار. في شهر 6 صيفطنا لها عون قضائي، في شهر 7 دوزت الاملاك كاملين ديال الوالد ديالي هبه الاخ ديالي، وانا متاكده وكنتحمل المسؤوليه ديال هذه الهضره اللي كنقول بان الوالد ديالي ما سانيش، لان الوالد ديالي في فراش الموت وما يقدرش يطلع على الطبقه الثالثه عند النوطيره، هي في الطبقه الثالثه، ما يمكنش، مستحيل ان الوالد ديالي يطلع على الطبقه الثالثه وهو في فراش الموت. كيفاش داروا ليها؟ انا متاكده الوالد ديالي ما حاضرش في هذه الكتابه اللي داروا. المطالب ديالنا كنطلبوا بحق ديالنا كيف ما تنصفنا في المحكمه الابتدائيه ديال تماره، ان شاء الله حتى هنا غنتنصفوا حنا تايقين في القانون، غيعطينا حقنا. ما يمكنش تضيع 11 بنت وولد، ما يمكنش. وعندنا الوثائق اللي كتثبت بان الوالد ديالي كان في فراش الموت، وعندنا فيديوهات وعندنا اوديو اللي خويا كيعترف فيه ان كيفاش دوزوا الاملاك ديالو. الوثائق ديال الاب ديالي في المصحات اللي كان ناعس فيهم باش كان تيعاني، مثلا داكشي الاوراق الشواهد الطبيه خداوهم من المصحات، خديناهم وتثبت بان الوالد ديالي بصح كان في فراش الموت وما يقدرش يدوز كل شيء هبه. كنقول لخويا الله يهديه مهما كان، الله يهديه، يعطينا حقنا وحق 11 بنت، وما يبقاش يهددنا كل مره بالرشوه. كاين القانون في البلاد، ما يبقاش يهددنا كل ساعه بالرشوه. حنا الحمد لله كاين القانون في البلاد. ونزيدك عاود الموثقه منين دوزات الاملاك كلها العقارات هبه الاخ ديالي دوزات بلا ابراء ضريبي، بلا ما تخلص الضريبه ديال العقارات اللي دوزت هبه كاملين. دابا ها هما عندي الوثائق، خلا 18 عقار ملايير ماشي يعني، راه غا البلاد راه كتسوى ملايير، بلا البارتمات بلا العمارات الحوانت، الملايير. عاد خلي الفلوس اللي دا، عندي الوثائق اللي كتثبت بان دا خويا الفلوس من البنكه 300 مليون في 600 مليون، ملايير مشات. تصور 3 ايام غادي الوالد ديالي غيموت في فراش الموت وخرجوا 75 مليون. وعندي ها هي الوثيقه اللي كتقول 83 مليون اللي جاتنا، وهاد العقارات اللي جاتنا حنايا هما بسميتهم. كيفاش دوزت النوطيره بسميتهم العقارات والضرائب باقي بسميت بابا الله يرحمه؟ كيفاش؟ راه لا يعقل دوز العقارات بلا ما تخلص الضرائب ديالها، لا يعقل. ان الضرائب خلات لينا احنا الورثه البنات الضرائب، ودوزت العقارات لخوتي. خصها احنا بغينا حقنا، كنطالبوا بحقنا، وكنطالبوا الله ينصر سيدنا يشوف من حالنا. وتنتمنى من السيد وكيل العام يشوف من حالنا ويكون تحقيق صارم في هذه القضيه، لان انا متاكده عندي الوثائق اللي كتثبت هذه الهضره اللي كنقول، وانا متاكده الوالد ديالي ما سانيش في العقارات اللي دوزوا كاملين، انا متاكده 100%. خويا كيتواصل معنا بتهديدات، كيهددنا بالرشوه دائما، كيهددنا بالرشوه، كيقول لك والله ما تديو شي حاجه، وتيقول لك غادي نخرج 11 بنت تمشي للزنقه وعندنا وليداتنا، دائما بتهديدات. من هذا المنبر كنشكر المحامي الاستاذ ديالنا منصوري عبد السلام، وكنشكر الصحافه اللي مساندانا وكتسقسي علينا كل ساعه، وكنشكر الراي العام والناس اللي جاو ساندونا، والله ينصر سيدنا ويطول في عمره.